السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عامله لكم مفاجأة حلوة قوي ان شاء الله. مننا بيروح مراكز وبيروح اماكن كتير عشان خاطر بس يطمن على حالة ابنه، يعرف ابنه كده حالته كويسة ولا لا. ابني مثلا وصل 3 سنين وما بيقدرش يتكلم، ابني عنده سنة وما بيعملش اي انتباه ولا اي حاجة، ابني انطوائي، ابني عنده 4 سنين وما بيقدرش يقول جمل. كلنا بنبقى قلقانين على ولادنا، بيبقى عايزين حد يطمنا وحد يقول لنا كده تمام الطفل كده طبيعي ولا كده الطفل محتاج اللي هو يروح لمتخصص. انا بقى جايبه لكم متخصصه تخاطب، استاذه ماهي. بصراحه هي ما شاء الله ممتازه جدا، هي اخصائيه التخاطب في مستشفى نيل الامل. هتجاوب على كل اسئلتكم. كل بس المطلوب منكم اللي انتوا تكتبوا اسئلتكم في الكومنتات. هتخشوا على اللينك اللي انا هسيبه، تعملوا اشتراك للقناه تكتبوا اسئلتكم في الكومنتات. اي ام قلقانه على ابنها مثلا كان بيتكلم كويس وبعد كده بيتهته، ابنها ما بيتكلمش كويس، اي حاجه تخص التخاطب، اي حاجه تخص الموضوع ده، ممكن تسالي استاذه مي وهي هترد عليكم ان شاء الله. كل اللي عليكم بس اللي انتوا تدخلوا على القناه، تعملوا اشتراك وتكتبوا اسئلتكم على في الكومنتات بتاعت الفيديو ده، وهي هتشوفها كلها وهنعمل فيديو تاني هيرد على كل الاسئله دي. احنا بس عايزين نطمن الامهات وهي قاعده في مكانها. ولو ابنك محتاج متخصص او محتاج يروح مركز، هي هتقولك بالظبط هتعملي ايه. لو هو طبيعي وعادي وده سنه، هي برضو هتطمنك وهتقولك. شكرا جزيلا.